تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسمع معاكم في نوديو أسمع، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم، ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. وصفتنا النهاردة هتكون صينية مسقعة أو طاجن مسقعة بالبشاميل، من الوصفات الجامدة قوي ولذيذة جدا وبتبقى خفيفة وبجد تستحق التجربة. مع العيش البلدي كده بتبقى رهيبة ومش بتشبع منها، وكمان من الوصفات اللي ممكن نجهزها قبلها بيوم ونسويها بقى تاني يوم، مفيش مشكلة خالص. فأنا هعملها معاكم بطريقتي، هعمل واحدة وأسويها في نفس اللحظة، وهسيب واحدة بقى وأسويها تاني يوم وأوريكم شكلها برضه، فلو جربتوها هتحبوها قوي. يلا بقى نشوف وصفتنا وطريقتها ازاي. أول حاجة البتنجان، معانا كيلو ونص من البتنجان الرومي، هنقطعه بقى لشرائح وسط ونرش عليه رشة من الملح ونركنه على جنب علشان ينزل المية بتاعته، وده بيعلي من تيست البتنجان وبيخلي طعمه بيبقى أقوى وأحلى. وهنا معانا حبيتين من البطاطس حجمهم كان وسط، قطعناهم برضو لشرائح وسط. فأنا هعمل صينية بالبتنجان بس، وصينية هتبقى ميكس ما بين البتنجان والبطاطس. تاني حاجة العصاج، معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، 4 بصلات وسط مبشورين ناعم، معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة قرفة، و5 فصوص من الحبهان، وممكن نستخدمهم فصوص زي ما هما كده أو نطحنهم مع الفلفل، نص معلقة كبيرة من الملح. في طاسة هنسخن حبة من الزيت وننزل باللحمة. نضيف على اللحمة البصل، بعدها نبهرها بالتوابل، الملح والحبهان والفلفل والقرفة. نقلب لحد ما البصل يدبل واللحمة لونها يغير. هنا معانا 4 فصوص من الثوم، هنهرسهم ونضيفهم برضو على العصاج. في المرحلة دي بعد ما البصل دبل واللحمة لونها غير، ننزل بقى بالثوم، نقلب الثوم مع العصاج لمدة 5 دقايق. هنا معانا 3 كوبايات من عصير الطماطم، هنضيفهم على العصاج. هنسيب عصير الطماطم يتسبك وياخد ويدي كده مع العصاج. ادي العصاج هنا دخل في التسبيك، بس انا بحب لونه يبقى محمر شويه، فانا بضيف مع الطماطم معلقتين كبار من الصلصه علشان اللون مش اكتر، بس انا في الحقيقه نسيت اضيفهم في البدايه، فانا هضيفهم دلوقتي. فاضافه الصلصه هنا حاجه اختياريه، بس بتدينا بجد لون حلو قوي للعصاج. فكمان هنسيب الصلصه لمده 10 دقايق كده على النار، تاخد وتدي كده مع باقي المكونات علشان كمان طعمها يبقى افضل. كده العصاج بقى جاهز. وده البتنجان بعد ما نزل ميته هنشفه بالمناديل. دي البطاطس هقليها هي الاول وبعدها بنزل بالبتنجان. ادي البطاطس هخرجها وهي لونها فاتح كده، مش محتاجين نحمرها زياده. نفردها على مناديل بالشكل ده. بعدها في نفس الزيت هقلي البتنجان وبرده مش هحمره قوي، مفيش داعي ابدا لانه لسه هيدخل في الفرن، فبرده بخرجه ويكون لسه لونه فاتح. وده بقى البتنجان بعد القلي. لو حابين بقى نخرجه على مناديل او ممكن من غير مناديل خالص زي ما انا عامله كده، فانا مش حابه الحقيقه اتخلص من زيت البتنجان. وصدقوني مش بتطلع مزيته ولا تقيله ولا اي حاجه، هتلاقوها خفيفه جدا جدا في الاكل. وبالعكس انا بحس ان حبه الزيت دول او شويه الزيت دول بيطعموا لي الوصفه قوي. بعد ما خلصنا العصاج وقلينا البتنجان والبطاطس، هنبتدي بقى نرص الطبقات بتاعتنا. اول حاجه هنعمل طبقتين من البتنجان ونحاول ما نخليش اي فراغات. بعدها هحط طبقة العصاج، واخر حاجة بقى هتبقى طبقة واحدة بس من البتنجان. دي الصينية التانية او الطاجن التاني، هرصه بنفس الكيفية، بس اول طبقة معايا هتبقى من البطاطس، وتاني طبقة من البتنجان، وبعدها بضيف طبقة العصاج، وبعدها طبقة واحدة بس من البتنجان، وبس كده.
ادي كده الطاجن التاني بقى جاهز. اخر حاجه بقى هنعملها وهي البشاميل. هيبقى معانا لتر من اللبن و3 معالق كبيره مليانه من الدقيق وزيهم من الزبده ونص معلقه صغيره فلفل اسود ورشه من جوز الطيب ونص معلقه كبيره من الملح. في حله هننزل بالزبده وعليها الدقيق، نسيح الزبده شويه وبعدها بنزل بالدقيق على طول. في المرحله دي بعد ما الدقيق استوى معانا هنهدي الحراره وننزل باللبن حبه حبه زي ما انتم شايفين كده علشان البشاميل ما يكلكعش معانا، ونقلب بالمضرب وما نوقفش تقليب ابدا. واول ما يبقى قوامه كريمي كده بننزل بباقي كميه اللبن مع التقليب المستمر برضو، وبكده بقى بنضمن ان البشاميل عمره ما هيكلكع معانا وهيبقى مظبوط قوي. هنبهره بقى بالتوابل بتاعتنا الملح والفلفل وجوز الطيب. بعدها بقى هنعلي الحراره للوسط ونقلب بشكل مستمر، وخاصه اول ما يبتدي يغلي ما نوقفش تقليب ابدا، واول ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه بنطفي على طول. ادي القوام بتاع البشاميل، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل، ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. هننزل بالبشاميل على الصينيه بتاعتنا ونوزعه كويس في كل الاتجاهات. بعدها بوزع رشه كده من الجبنه الموتزاريلا على الوش من فوق او اي نوع جبنه تانية انتم بتحبوه او تفضلوه. بعدها على طول بقى هندخلها الفرن على درجه حراره 190 او 200، ونكون مسخنينها قبلها ب10 دقايق كده لمده نص ساعه. بنطفي الحراره بعد نص ساعه ونشغل الشوايه من فوق علشان تاخد لون حلو. وده الطاجن التاني انا غلفته هنا بستريتش رول وهحطه في التلاجة وهسويه تاني يوم. فزي ما قلت في البداية أنا ممكن أجهزها قبلها بيوم وأسويها تاني يوم عادي جدا، علشان ده طاجن بايركس مش صينية عادية، فهخرجها قبلها بساعتين علشان ميتكسرش مننا. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، ريحتها حلوة قوي وطعمها بيبقى جميل جدا، من صواني البشاميل أو وصفات البشاميل اللي هتحبوها قوي. هقطعها بقى وأخرجها وأوريها لكم. ممكن لو حابين تسيبوها شوية أو تقطعوها على طول، بس الحقيقة أنا يعني نصيحتي ليكم صواني البشاميل بالذات لا، أنا بحب أكلها على طول، بحبها هي وسخنة كده. نغمسها بقى مع العيش بتبقى لذيذة جدا، فلو جربتوها هتحبوها قوي. وزي ما قلت مش هتحسوها تقيلة أبدا أو مزيتة، بالعكس بتبقى خفيفة جدا جدا ومش بيتشبع منها، ففعلا من الوصفات اللي هتبقى محببة ليكم جدا. وده الطاجن التاني بعد ما سويته تاني يوم، فاحنا ممكن بقى نعملها سادة أو ميكس بقى ما بين البطاطس والبتنجان. هقطعها برضو وأوريكم شكلها، فالميكس كله بيبقى لذيذ بجد. اللي بيحب صواني البشاميل هيحب الوصفة دي جدا جدا جدا، فجربوها وقولوا لي رأيكم فيها، واستنونا بقى في وصفات تانية جديدة في نودي وأسماء، وبالهنا على قلوبكم.